الله تبارك وتعالى: كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب نور، والله عز وجل حدد بعض الفضائل بالأوقات والأزمنة. قال: إن قرآن الفجر كان مشهودا. خاصة هذه الأوقات الملائكة تشهد لك في هذه الأوقات، وهذه الأوقات غفلنا عنها كثيرا. فيها من الخير ما يؤثر على نهارك كله. كل نهار أنت بتكون مطمئن. فيه حماية وتحصين من شياطين الإنس والجن. جاي واحد بده يضحك عليك بموضوع معين، تصير تطلع فيه تعرفه، ينقبض هيك قلبك منه، تقول أنا ما بدي أتعامل مع فلان، لأنه الله عز وجل يريك ما لا يرى الناس بالتقرب إلى الله، كما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. اليوم كتير الناس ما عم تعمل نوافل، شاطرة بس بالفرائض. نعم، هي فريضة. في فرق بين ما تكون أنت عايش عم بتتمم وظيفتك وعم بتنفذ الوظيفة المطلوبة منك وعم بتقوم بالواجبات وخلص، وفرق بين ما تكون أنت ناطر الصلاة امتى بده يؤذن، ناطر الليل ليجي حتى تخلو بالله، ناطر أي وقت فراغ لتتواصل مع الله تبارك وتعالى. يعني الفرق بين عبادة الحب وعبادة الفرض. يعني عليك صلوات 5، أوكي أنا عم صليها وعم بتقوم بالواجب، جيد، ولكن لتتلذذ بعبادة الله. يعني واحد بيقول لي أنا بيجي بالليل بترجم كلهم سوا لأني ما عم بفضى، ظهر عصر مغرب عشي مع بعضهم. لا ما قلتش من هو يعني. فهذا طبعا أنت عم بتشيل الوظيفة عنك، ولكن أنت ما عم تتلذذ بطاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال. شو قال له؟ قال له: أرحنا بها يا بلال. يعني خلينا نرتاح بالصلاة، لأن الصلاة راحة للمؤمن، والصلاة نور. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ بيبقى من أوساخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: وكذلك مثل الصلوات ال5. انت بس هول كمان مثل ما حكينا الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما، الصلوات ال5 كفارة لما بينهما. أذنبت بين الظهر والعصر، بيجي العصر بيمحي لك، بتدلك نظيف. وإذا جاء ملك الموت بأي وقت أنت إن شاء الله تقبض على لا إله إلا الله، تقبض على الصلوات ال5. ليش؟ لأنه إمتى بده يجي ملك الموت؟ ملك الموت إما بيجي بعد الفجر، إما بعد الظهر، إما بعد العصر، إما بعد المغرب، إما بعد العشاء، بيجي بوقت آخر. هور هن الأوقات. فإذا كنت من أصحاب الصلوات، خاصة المحافظين على سلاح المؤمن اللي النبي علمنا شو هو: الوضوء سلاح المؤمن. إذا كنت محافظ على الوضوء والصلاة فأنت إن شاء الله تكون من أهل الجنة، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين تتلقاهم الملائكة أن لا خوف عليكم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون، من الذين تتنزل عليهم الملائكة وتبشرهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، ونصلي ونسلم على رسول الله كما صلى عليه رب